السلام عليكم طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم أبطال. النهاردة هنحل مع بعض تقييم الأسبوع 13 صفحة 52 53 54 55. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة يا شباب عشان يوصلكم كل جديد. بيقولك تحدث عن مواقف أثر فيك عن التسامح مع الآخرين ووصف الموقف وكيف تصرفت. هتقوله جاء يوم إعلان نتيجة اختبار مادة اللغة العربية وحصلت على الدرجة النهائية، وقدم المعلم والزملاء التهنئة لي، إلا تلميذا رفض تهنئتي بعد خروج المعلم من الفصل، حاول الاعتداء علي ورمى كتبي على الأرض، فقمت بمسامحته وأوضحت له خطأه وخطأ ما فعله وطالبته بعدم تكرار ذلك لأن الصداقة كنز لا يفنى واعتذر لي. طيب هنا بيقول لك تحدث عن مواقف أخرى يا دي أو دي، فأنا اخترت مساعدة الكبار. هقول له خرجت من المنزل متجها للمتجر لأشتري بعض الأغراض المنزلية، ولكنني تفاجأت بجاري الكبير في السن بيحمل أكياس ثقيلة، فقمت بمساعدته في حمل الأكياس فشكرني جدا. برضو بيقولك هنا اختار حاجة في مساعدة محتاج، فأنا هقول جاء الشتاء وغاب صديقي بسبب برودة الجو، ارتدى الجميع الملابس الثقيلة إلا أنني وجدت زميلي بينقصه دروس بسبب تغيبه وتعبه، فقررت مساعدته وقمت بكتابة تلخيص وشرح الدروس له في ورق، وزرته وأعطته الأوراق وشكرني كثيرا على معروفي. لصفحة 52. صفحة 53 بيقول لك هنا تحت كده حلل بقى الايه السيرة الذاتية دي، طلع لي منها العنوان تحت اهو، وتاريخ الميلاد والموهبة، كل ده انا مسجلته عندك اهو، ده العنوان، دي الموهبة، ده التاريخ، ده تلخيص الشخصية، دي الشعار. خلاص. دي برضو هنا بيقولك اكتب عن يوم من ايامك العادية، كل واحد يكتب بقى انا بخرج من المدرسة، بصحى الصبح مش عارفة ايه وبلبس هدومي وبفطر بروح مدرستي واخد دروسي وارجع اذاكر وكده، كل واحد يكتب يومه يعني. كان يومي العادي بيبدأ بصوت المنبه الساعة 7 صباحا. استيقظت وأنا أشعر بالخمول، ثم تناولت وجبة الإفطار بسرعة، ثم ذهبت للمدرسة. في الطريق شعرت بالسعادة وأنا أرى أشعة الشمس الدافئة على الأشجار والطيور بتغرد في الفضاء. خلال الحصة الأولى حدث موقف عندما انسكب الحبر على دفتر زميلي دون قصد، فضحكنا معا ولم يغضب، وشعرت بالسعادة والارتياح لأن الموقف أصبح ذكرى مضحكة بدلا من مشكلة. بعد المدرسة عدت للمنزل وبدأت في واجباتي المدرسية، ثم جلست مع عائلتي لتناول وجبة الغداء، وقبل النوم جلست وأقرأ كتابي المفضل وشعرت بالرضا والسكينة. لو في أي حاجة وقف الفيديو وانقل إجابتك وكمل معايا يا بطل، على الأقل من مهلك خالص. الرئيسية هنا الفكرة هتقول له تأثير التطور التكنولوجي على الإنسان بالإعجاب أو السلب، أو بالإيجاب أو السلب، دي اسمها الإيجاب. الفكرة الفرعية هتقوله تعامل الإنسان مع التكنولوجيا، تأثير التكنولوجيا السلبي على الإنسان، التكنولوجيا سلاح ذو حدين، مواجهة التكنولوجيا حسن استخدامها. طيب هنا كيف أثرت، بيقولك أوضحها، بمعنى هتقوله أبرزة، التباطؤ عكسها المسارعة، مكان جمع الأماكن. الجملة هنا رقم استخرج فعل ماضي، تقوله تغيرت، جملة بتدل على تغيير سلوك الناس، أهي الجملة ده هذا السلوك بينم عن تحول كبير في قيم الناس ومشاعرهم. طيب بيقولك كيف أثرت وسائل التواصل الاجتماعي، تقوله أثرت على عواطفنا وعلاقتنا الإنسانية. الشيء اللي أثر في عواطف الناس وعلاقاتهم وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا يرى الكاتب أن التكنولوجيا بتحتاج لتحكم من الإنسان، هتقوله السيطرة على استخدام التكنولوجيا بيكون نافعا، وإذا أسأنا استخدامها فهي ضارة. الفكرة الرئيسية للنص تأثير التكنولوجيا على الناس بالإيجاب والسلب. هنا يا بطل استخرج فكرة فرعية، تقول التكنولوجيا سلاح ذو حدين يمكن استخدامها في الخير مثل التواصل الاجتماعي مع الناس والتعلم والبحث عن معلومات، وإذا أسأنا استخدامها هتقوله طبعا أضرتنا. التصرف الصحيح لما يحصل حادث في مكان عام تقوله الاتصال بالإسعاف والشرطة والطوارئ لحماية أفراد الحادث. اقترح عنوان جديد للنص، تقوله مميزات وعيوب التكنولوجيا. طبعا الفقرة أنا كاتباها لك هي بطل، ودي برضو فقرة تانية اهي، بيقول لك هل تتفق قوله نعم، حيث أصبح الناس لا يتعاطفون كثيرا مع ما يرونه، وأصبح كل همهم تصوير الحوادث والمواقف ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات. في الماضي هتقوله كان الناس بتخرجوا للهواتف ويصورون الحوادث ثم ينشرونها على منصات وسائل التواصل. هنا هتقوله أثرت التكنولوجيا سلبيا على العلاقات الأسرية فأضعف التواصل الاجتماعي والأسري، حيث أصبح كل أفراد الأسرة متباعدين وكل منهم بيمسك هاتفه، وأصبح الإنترنت طبعا وبتصفح الإنترنت أصبحوا غير مهتمين بأحداثهم اليومية، وأصبح كل فرد منهم غير مهتم بالتحدث مع الآخر والسؤال عن أحوال الآخر.
هنا هتقوله لأن التجديد والتطور من سنن الله في الكون. هنا الحكمة في استخدام التكنولوجيا ومواكبة التطور. هنا تقوله في إعمار الله، في إعمار الكون وعبادة الله والتعارف والتزاحم والتراحم بين الناس. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير يا شباب، ولو في أي حاجة وقفوا الفيديو ونقلوا براحتكم خالص. مع السلامة يا شباب، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.